السلام عليكم. أهلا ومرحبا، المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك. بعد انتهاء الجولة السادسة عشر، بعدما فاز مولودية الجزائر متصدر الترتيب على شبيبة بلوزداد، في حين فاز فريق شبيبة القبائل على اتحاد العاصمة. أما بالنسبة للترتيب، يأتي متصدر الترتيب مولودية الجزائر في المركز الأول برصيد 49 نقطة، يليه فريق شبيبة الثورة في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، يليه فريق أولمبي أقبو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، يليه شبيبة قسطنطينة في المركز الرابع برصيد 38 نقطة، يليه مولودية وهران في المركز الخامس برصيد 36 نقطة، يليه نجم بن عكنون في المركز السادس برصيد 34 نقطة، يليه شبيب بلوزداد في المركز السابع برصيد 32 نقطة، يليه فريق شبيبة القبائل في المركز الثامن برصيد 31 نقطة، يليه فريق اتحاد العاصمة في المركز التاسع برصيد 29 نقطة، يليه اتحاد خنشلة في المركز العاشر برصيد 28 نقطة، أولمبي شلف يليه في المركز الثاني عشر مستقبل بلدية الرويسات برصيد 27 نقطة، يليه وفاق سطيف في المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة، يليه نادي بارادو في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة، ويليه في المركز قبل الأخير ترجي مستغانم برصيد 17 نقطة، ويليه في المركز الأخير مولودية البيض برصيد 14 نقطة.